هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. فيما يلي نقدم إليكم فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 11 من مايو. والبداية رجال صنعوا التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ عبد الرحمن بخيت. يليه برنامج سيرة معتقل نتناول فيه اليوم الشيخ إدريس سعيد محمد علي بري، إعداد الشيخ أبو عامر، تقديم الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد. وأخيرا حوار الوفاق مع الأستاذ عبد الرازق كرار للحديث عن الراهن السياسي في الساحة الإريترية. الحلقة الأولى حوار الزميل الحسن إبراهيم. متابعة طيبة نتمناها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد الرحمن بخيت يحييكم عبر إذاعة الوفاق الإريترية. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. في هذه الحلقة والتي هي الأولى من نوعها تحت عنوان رجال صنعوا تاريخ، أقدم إلى حضراتكم تسجيلا ملخصا لكتاب نابليون هيل تحت عنوان فكر تزداد ثراء. إن المال والعلم إحدى أهم عوامل القوة وعوامل المواجهة، وإن الرهان على شباب إريتريا في الداخل لهو كبير. أنتم أيها الأشاوس في داخل الوطن، أنتم من سيكتب التاريخ، أنتم من سيصنع الحدث. نحن نعلم تماما بأن التحديات كبيرة وإن المواجهة صعبة، ولكن عندما نقتدي بكل الرجال العظماء الذين كتبوا التاريخ في أكثر من مكان وعبر الأزمنة، فإننا سنعلم بأننا أيضا قادرون على كتابة التاريخ وصناعة الحدث. أتمنى لكم في هذا التسجيل وقتا ممتعا، وأتمنى الاستفادة وبلورة هذه الأفكار إلى أرض الواقع في جميع مناحي الحياة. تابعوا معي هذا التسجيل. فكر تصبح ثريا، الطريق لتحقيق إنجاز شخصي، لنابليون هيل. بدأت كل الإنجازات والثروات بفكرة، وعادة ما تأتي الثروة من تحويل الفكرة من شيء يمكن أن نتخيله في عقولنا فقط إلى شيء يمكن به خدمة الآخرين والذين يكونون على استعداد لشرائه وبأي ثمن. يحدث هذا من خلال الإيحاء الذاتي والتخطيط المنظم والعقل المدبر والتناغم الداخلي بين أفكارك وأفعالك وإنجازاتك طيلة حياتك. عندما تصبح واقعيا وتنجز كل ما تفكر فيه باستمرار، ولتتحكم في حياتك يجب أولا أن تتحكم في أفكارك. الأفكار هي أعمال في حد ذاتها. كل ما يستطيع العقل تخيله وتصديقه يمكن للإنسان إنجازه في الواقع. تكتسب الأفكار قوة فائقة عندما تمزج بهدف واضح ورغبة أكيدة تسهم في ترجمتها إلى ثراء أو أشياء مادية أخرى.
أقبل رجل يدعى إيدون برانز ذات يوم على توماس إديسون، وعرض هذا الرجل العمل مع إديسون. قال توماس إديسون بعدها: لقد بدا لي وهو واقف أمامي كما لو كان متسولا، ولكن وجهه كان ينطق بالإصرار على الحصول على ما جاء من أجله. لقد علمتني سنوات الخبرة أنه عندما يكون لدى الإنسان رغبة أكيدة في شيء ما، فإنه قد يغامر وبدون أي تردد بمستقبله كاملا ليحصل عليه، وهو واثق من الوصول لهدفه في النهاية. لقد أعطيته الفرصة التي طلبها، لأنني رأيت أنه أحكم عقله لمساندته حتى نجح، وأثبتت الأحداث بعد ذلك أنه لم يرتكب أي خطأ. بعبارة أخرى، يمكن لنبض الأفكار غير الملموسة أن تتحول إلى مكافآت ملموسة، وذلك بتطبيق المبادئ المعروفة. تستطيع البدء فقط بالقدرة على معرفة ما تريد، وتدعم هذه المعرفة بالإصرار على تحقيق رغباتك. ولكي تفعل هذا يجب أن تتخلص من الروح الانهزامية. ومن المحتم أن يواجه أي إنسان هزيمة مؤقتة وربما بعض الفشل قبل ما يتأتى له تحقيق النجاح، وعادة ما يأتي النجاح بعد خطوة واحدة فقط من موضع الهزيمة. كل ما عليك فعله هو ألا تبرح هذا المكان. إن الإجابة التي تبحث عنها للأسئلة التي فجرتها تجاربك في الحياة ربما توجد في عقلك أنت، فصوت فكرة واحدة جيدة هو كل ما تحتاج لتحقيق النجاح. عندما يبدأ الأثرياء في الظهور فإنهم يظهرون بسرعة كبيرة وبأعداد كبيرة، حتى أنك ستتعجب وتتساءل أين كانوا كل هذه السنين. يبدأ الثراء عادة بالعزم عليه والهدف الواضح وبقليل من العمل، وتكمن أحد نقاط الضعف الأساسية في الإنسان في معرفته المتواضعة بكلمة مستحيل. فهو يعرف كل القواعد التي لا تعمل وكل الأشياء التي لا يستطيع عملها، في حين لا يتحقق النجاح إلا لهؤلاء الذين يدركون معنى النجاح، أو لهؤلاء الذين لا يعرفون سوى كلمة النجاح. وأما الفشل فلا يكون إلا لهؤلاء الذين لا يعرفون سوى الفشل. وهناك مظهر ضعف آخر ينتشر بين الناس، وهو عادة تقييم كل شيء والحكم على كل إنسان في ضوء تجاربنا الخاصة. إنه درب من الحماقة والسخف أن نعتقد أن حدودنا هي حدود الآخرين. كل امرئ بصير بنفسه وبمستقبله، لأن جميعنا يمتلك القدرات التي تساعده على التحكم فيما يفكر فيه. تتسم العقول بالمغناطيسية كلما زادت هيمنتها على الأفكار التي تنبع من الأعماق، وتجتذب هذه القوى المغناطيسية الأشخاص وظروف الحياة التي تنسجم مع طبيعة معظم الأفكار المسيطرة على عقل الإنسان. الرغبة. ليست هناك حدود غير التي نضعها لأنفسنا، فكل من الفقر والغنى ما هما إلا نتائج مباشرة لأفكارنا. احرق الجسور خلفك متى قررت السير في اتجاه محدد أو اتجهت نحو هدف محدد، فلا سبيل أمامك سوى النصر. عندما تقطع كل سبيل للعودة المحتملة فإنك في الواقع تطلق العنان لقوى الابتكار الكامنة بداخلك، والتي لم تعرف أبدا بوجودها. كل إنسان يبلغ السن الذي يفهم فيه الهدف من المال ويتمنى الإكثار منه، وعندما تستحوذ على الإنسان الرغبة في الثراء ويتسنى له التخطيط لطرق ووسائل محددة لتحقيقه وتدعيم هذه الخطط بالإصرار الذي لا يعرف الفشل، فحتما سيتحقق له الثراء في نهاية الأمر. ويمكن تلخيص الطريقة التي يمكن بها تحويل الرغبة في الثراء إلى ما يعادلها من مال فيما يلي. أولا، حدد في عقلك مقدار المال الذي كنت ترغب في الحصول عليه، بحيث لا يكون مجرد رقم عام غامض وإنما مقدار محدد. ثانيا، حدد بدقة ما الذي تنوي دفعه في مقابل الحصول على هذه النقود. تذكر، لا وجود لشيء اسمه الطعام المجاني أو أي شيء بلا مقابل. ثالثا، حدد موعدا واضحا لنفسك تحصل خلاله على كمية المال التي تريدها. رابعا، قم بوضع خطة واضحة ومحددة لتنفيذ هذه الرغبة، وابدأ فورا في وضع الخطة موضع التنفيذ. خامسا، اكتب بيانا واضحا ومختصرا بالمقدار والوقت وكيف تخطط للحصول عليه. سادسا، اقرأ بيانك المكتوب بصوت عال كل يوم بمجرد استيقاظك وفي منتصف اليوم وقبل النوم، وبينما تقرأ تخيل نفسك وقد أنجزت هدفك فعلا.
إذا رغبت المال فستتحول الرغبة إلى استحواذ، وإذا تخيلت نفسك تمتلكه فعلا ستكتسب الإصرار على امتلاكه. فأثرياء العالم على مدار التاريخ كان الأمر بالنسبة لهم في بادئه حلما، ثم أملا، ثم أمنية، ثم رغبة أكيدة، ثم تبع ذلك التخطيط والتخيل. كل هذا قبل حصولهم الفعلي على ثرواتهم. وما نبعت الرغبة بين الناس إلا من وضوح الهدف والرغبة الأكيدة في امتلاك المال. لقد ظل الزعماء الحقيقيون للعالم هم أولئك الذين يستطيعون تحويل أفكارهم إلى ناطحات سحاب ومصانع وطائرات إلى آخره. لقد كان ذلك هو سمة كل عظماء العالم. مثلا حلم توماس أديسون بمصباح يعمل بالكهرباء، وبرغم 10,000 إخفاق فقد تمسك بحلمه حتى تمكن من تحويله إلى حقيقة فيزيائية ثابتة. إن طموح لا يتنازل أبدا عن أحلامه، وعالم اليوم يعج بالفرص الوفيرة التي لم تكن متاحة أمام الطامحين القدامى. كل هؤلاء الذين نجحوا في الحياة كانت بداياتهم قاسية، فقد عانوا الكثير من الصعاب التي حطمت قلوبهم قبل أن يصلوا إلى تحقيق النجاح. وعادة ما تأتي نقطة التحول في حياتهم في لحظات الأزمات الكبرى، وذلك عندما يكتشفون مصادر القوة التي طالما خفيت عنهم. إذن أعزائي المستمعين في الداخل والخارج، بدأت كل الإنجازات والثروات بفكرة. إذن فنحن نمتلك القدرة على التفكير والتخطيط والتنفيذ. بهذا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من برامج رجال صنعوا التاريخ. سوف نلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وحتى ذلك الحين أتمنى لكم وقتا سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله. إخوانك، أهلك، أبناء وطنك يرزحون في السجون منذ أكثر من 20 عاما. كن معهم ولا تنساهم في قيائم السجون. الحرية للمعتقلين. الشيخ إدريس سعيد محمد علي بره ولد في حلحل في عام 1961، إذ لم يتجاوز عمره السادسة عندما كان المناضل الرمز عمر إزاز ورفاقه الأشاوس يزلزلون الأرض تحت عصابات هيل سلاس الاستعمارية المجرمة. وبالرغم من تلك الظروف والأيام العصيبة التي كانت تمر بها المنطقة، بدأ تعليمه بقراءة القرآن الكريم في خلوة قريته، حيث حفظ منه الكثير. ومع اشتداد المعارك وتعطل الدراسة سافر إلى السودان لمواصلة تعليمه، حيث درس المرحلة الابتدائية في قرية ألتي، والمتوسطة بالمسيد، والثانوي بالكاملين في وسط السودان منطقة الجزيرة. فك الله أسره الدراسة بسبب وفاة والده في عام 1981، وعاد إلى إريتريا وعمل في التدريس في معهد حلحل، ثم انتقل إلى مدينة كرن وعمل مدرسا للرياضيات والإنجليزي في معهد أصحاب اليمين، ثم في معهد الضياء، وتدرج في الإدارة بكل كفاءة واقتدار، حيث كان يوم اختطافه مديرا لمعهد الضياء الإسلامي بكرن. فك الله أسره. كان الشيخ إدريس بره متزوجا وأب مثلنا، وكان يحب أسرته كما نحب نحن أسرنا. رزقه الله ب4 أبناء،
وكانت زوجه يوم اختطافه حامل في شهرها 9 بابنها الرابع ياسر، والذي بلغ عمره الآن أكثر من 20 عاما. وفي ليلة هادئة كان يخطط لغدها ويؤمل في فجرها الجديد ليقوم بواجباته تجاه أهله ووطنه، تسللت إليه خفافيش الظلام في جنح الليل تسابق الفجر، حيث داهمت بيته وروعت أسرته، وذلك في 24 من ديسمبر من عام 1994 في حلة عداقة الوادعة التي لا تسمع لها حفيفا إلا عند بزوغ الفجر، حيث يتسابق الجزارون لتوفير حاجيات الناس من مشتقات اللحوم، ومن ثم الحدادون يطرقون الحديد مع نسائم الفجر الجديد. يا للأسف لم تعد أقدام إدريس تخطو على خطى الجزارين، ولم تعد آذانه تقرعها أصوات مطارق الحدادين. أخفوه، حبسوه، قيدوه، خلف الشمس قد رموه، ومنذ تلك الليلة لا يعلم أحد مكانه. ظلت أمه الحنون تنتظر عودته وتنظر من فتحة الباب تترقب قدومه، ومع كل مساء تزرف دمعا أسودا بسواد الليل، حتى توفاها الله حزينة كئيبة راضية بقدر الله وقضائه. نسأل الله أن يجمعه معها في سرور الجنة. أما الزوج المصون الصابرة المحتسبة شمرت عن ساعد الجد وقامت تواصل تربية أبنائها، والنفس تحمل الأحزان أرتالا والهموم أنهارا، ولكن لم تقعدها تلك المصائب عن أداء رسالتها. أسرة تعاني ألوانا من العذاب النفسي، حيث لا يعلمون لما خطف أباهم وأين تم إخفاؤه، أحي هو أم ميت. إعداد الشيخ أبو عامر، تقديم محمد جمعة أبو الرشيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من إذاعة الوفاق أحييكم وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج حوار الوفاق. أنا الحسن إبراهيم أسعد بصحبتكم في حلقة هذا اليوم، والتي نستضيف فيها الإعلامي والناشط السياسي الإريتري الأستاذ عبد الرازق كرار. نناقش في هذه الحلقة الراهن السياسي في الساحة الإريترية. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الرازق كرار، ونبدأ معك هذا الحوار بسؤال عن المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي الذي عقد في السويد في أبريل المنصرم. طبعا أجواء من التفاؤل سادت فعاليات المؤتمر وفقا لتقارير المواقع الإخبارية التي تابعت الحدث من هناك، لكن بالمقابل لم يحفل أغلب النشطاء الإريتريون في المواقع الإسفيرية بهذا المؤتمر ولا بمخرجاته، يعني واعتبره بعضهم اعتبر الفعالية هي مجرد فعالية عابرة تضاف إلى فعاليات المعارضة المختلفة التي يعني في حقيقة الأمر لا تغير في الواقع شيئا. أستاذ عبد الرازق كرار، الإعلامي والناشط السياسي، نريد أن نعرف يعني قراءتكم لمخرجات المؤتمر الثاني للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر لك الأخ الحسن إبراهيم على الاستضافة، والتحية عبرك لإذاعة الوفاق ولمستمعي إذاعة الوفاق، وأقول لهم رمضان مبارك، تقبل الله الطاعات، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان القادم في بلدنا إريتريا في بلد ينعم بالأمن والديمقراطية والسلام والاستقرار. بخصوص الاستفسار عن المؤتمر الثاني للمجلس الوطني، استطيع أن أقول أنه قدر لي أن أكون من الذين ساهموا بفاعلية في وضع اللبنات الأساسية للمجلس من خلال المشاركة الفاعلة في الورشة التحضيرية للمجلس الوطني في 2009، ثم المشاركة الفاعلة أيضا في اللجنة التحضيرية لملتقى الحوار الوطني، ثم المشاركة أيضا في المؤتمر التأسيسي أو المؤتمر الأول في أواس 2011. أستطيع أن أقول أن مشروع المجلس الوطني هو قرار أو خيار واعي اتخذته القوى السياسية لمعالجة 4 قضايا مركزية. القضية الأولى أن القوى السياسية أدركت أن مشروع المعارضة أكبر وأوسع من التنظيمات السياسية، حيث ظهرت منظمات مجتمع مدني، منظمات فئوية، أصوات قوية وطنية، سوشيال ميديا، إذاعات، ناشطين في تلك الفترة. ورأت المعارضة أنه من المناسب خلق مظلة لكل هذه القوى لتحشيد العمل المعارض. القضية المركزية الثانية هي قضية الوحدة الوطنية. المعارضة أدركت أن النظام من خلال سياسة ممنهجة ومتعمدة، سياسة فرق تسد، يدق الأسافين بين مكونات الشعب الإريتري من خلال فرض ثقافة واحدة، من خلال فرض لغة واحدة، من خلال سياسة الأرض. وبالتالي كان لابد من إيجاد معالجة ومناقشة قضايا الوحدة الوطنية. إذا كنا نريد أن نعيش في بلد واحد نعيش بأمن وسلام، يجب أن يكون هنالك نوع من المصارحة ونوع من المصالحة في هذه القضية. مما فاق من قضية الوحدة الوطنية أو المخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية أيضا هي نتيجة لسياسات النظام، هي الغربة المتطاولة واللجوء المتطاول في السودان، في إثيوبيا، في الشرق الأوسط، في أمريكا، في أوروبا وفي أستراليا. هذا التباعد الجغرافي له تأثير في التواصل بين مكونات الشعب الإريتري، في اكتساب ثقافات جديدة تؤثر في طريقة التواصل وطريقة التوقعات من بعضنا البعض. وهذه القضايا يجب أن مناقشتها أيضا في ظل مظلة تتسع لمثل هذه القضايا. القضية الأخرى، القضية المركزية الثالثة، وهي آليات التغيير أو وسائل التغيير. رأت المعارضة أو القوى السياسية أنه من المناسب التوافق على آليات محددة وتفعيل هذه الآليات حتى تستطيع المعارضة أن تحدث التغيير الديمقراطي الذي تصبو إليه في إريتريا. القضية الأخيرة وهي المرحلة الانتقالية. المعارضة أو التنظيمات السياسية أراد أن المرحلة الانتقالية مرحلة حساسة يجب التناقش فيها والوصول فيها إلى توافقات، لأن المراحل الانتقالية عادة يعني تقرر مسير أي بلد، إما دولة فاشلة أو دولة في قطار أو في الطريق الديمقراطي الصحيح. اليوم بعد مرور 8 سنوات على تأسيس المجلس الوطني أو على مؤتمر أواس، عندما أرجع وأقارن ما تم تحقيقه في هذه القضايا التي من أجلها تم تأسيس هذا المشروع، وهي القضايا ال4 التي ذكرتها، للأسف أقول ليس أنه لم يحدث تقدم، بل حدث تراجع في معظم هذه القضايا. إذا كانت قضية اللي هو خلق مظلة جامعة، أو قضية الوحدة الوطنية، أو قضية التغيير، آليات التغيير أو تفعيل آليات التغيير، ما عدا قضية المرحلة الانتقالية لأنها قضية في المستقبل. أيضا قدر لي أن أكون ضمن عندما حدثت الأزمات المتتالية التي عصفت بالمجلس الوطني، قدر لي أن أكون ضمن جهود متتالية لنوع من الوساطة لمعالجة مشكلة المجلس الوطني. تقدمنا بعدة مبادرات، وصلنا إلى قناعة أن الأزمة لا تحل عبر المبادرات، لأن الأزمة ما هي أزمة نصوص مكتوبة أو قضايا يعني محددة، بقدر ما هي أزمة نفوذ بين قيادات موجودة في العمل المعارض، وبالتالي من الصعب حل حالتها.
الآن المجلس الوطني عقد مؤتمره في السويد، وهذه خطوة جيدة، لكن تقديري الشخصي كان أنه عقد المؤتمر في حد ذاته في هذه الظروف ليس أولوية قصوى للآتي. واحد، أنه ملاحظاتي الشخصية هي أنه المجلس الوطني يعني يتكون من مكونات، هو قرار واعي كما ذكرت لتنظيمات سياسية. هذه التنظيمات السياسية كان يجب أن تعود إلى قواعدها وتقوي نفسها. ما لاحظته هو أن التنظيمات السياسية في خلال 8 سنوات ضعفت أكثر بضعف المجلس الوطني، والذي يفترض أن يكون العكس. قوة هذه التنظيمات هو قوة للمجلس الوطني، لكن الذي حدث هو ضعف وترهل هذه التنظيمات وانشقاقات متوالية في هذه التنظيمات. أيضا يعني المظلة الجامعة التي كان يفترض أن يمثلها المجلس الوطني حصل فيها تراجع، وتنظيمات كانت حاضرة في أواسا لم تستطيع الحضور، منظمات مدنية لم تستطيع الحضور. عقد المؤتمر بمن يمكن أن يحضر، وهي مدرسة يعني معقولة ومقولة تلجأ أنه يعني لأنه في التزام قانوني أو في التزام لائحي أن يعقد المجلس مؤتمره في زمن محدد وفي ظروف محددة. لكن أنا كنت أرى أنه هي القضية سياسية. إذا كان ما في ظروف مهيئة لعقد المؤتمر بوضع أفضل مما كان عليه في أواسا، يجب العمل ما دون مستوى المجلس، يجب العمل كقوة سياسية، يجب أن تتوافق فيما بينها، يجب أن تتواصل مع القوى التي لم تحضر أواسا، مع القوى الجديدة التي نشأت بعد أواسا، مع المنظمات المدنية الجديدة التي ظهرت. لا أخفيك سرا أن كافة الأنشطة التي تستطيع المعارضة أن تقول استطعنا أن نخلق عمل معارض مثل جنيف 1 وجنيف 2 والإذاعات الموجودة الفاعلة، النشاط اللي موجود الآن إذا كان يأكل كفى، كل هذه المبادرات تتم خارج إطار المجلس وخارج إطار المكونات السياسية والتنظيمات السياسية، بمعنى أن التنظيمات السياسية والمجلس الوطني الذي يفترض فيه أن يقود الحراك الآن هو متخلف عن الجماهير، متخلف عن الناشطين، والذي يفترض أن يكون العكس. كان يجب معالجة هذه الأشياء، وعندما يعقد المجلس يجب أن يكون يعني البوتقة التي تصب فيها كل هذه الجهود والخروج بمظلة. لكن الذي حدث يعني هو العكس، أن الناس يعني رأوا أن عقد المؤتمر مهم جدا جدا، وهذا رأي مقدر بالتأكيد، وعقد المؤتمر. الآن بما أن المؤتمر قد عقد، يعني ما أتمنى التوفيق للقيادة، إذا كان قيادة المجلس أو قيادة الجهاز التنفيذي للمجلس الوطني، وأدعوهم أيضا مرة أخرى للمراجعة من حيث توقف المجلس السابق. هي أن القضايا المركزية هذه لم يحدث فيها تطور كبير يجب معالجتها، لكن الأهم هو التواصل. أولا القوى السياسية المكونة المجلس يجب أن تراجع ذاتها وأن تقوي ذاتها، لأن قوة التنظيمات هو قوة المجلس. الأمر الآخر، القوى السياسية يجب أن تدير حوار حقيقي وجاد في القضايا، إذا كان هذه القضايا المركزية الأربعة أو غيرها، والوصول إلى توافقات بحيث أن تكون هذه المظلة تتسع للكل، ويتم تجاوز هذه الخلافات الصغيرة التي تنشأ، وكما ذكرت هي أزمة نفوس أكثر مما هي أزمة نصوص. القضية المهمة هي أن المجلس الوطني الآن بشكل الحالي هو أقل مما كان عليه في أواسا. الأصل في الأشياء هي أن تتطور، أن تكبر، أن تكون أكثر فاعلية، لكن المجلس الوطني هو تراجع في كل القضايا التي أنشئ من أجلها، وتراجع في الشكل أيضا من حيث المكونات، من حيث يعني الاهتمام، من حيث كل هذه الأشياء. وبالتالي التحدي أمام القيادة التي تم انتخابها في المؤتمر هو تحدي كبير جدا جدا جدا. إما أن تتراجع بالمجلس عما كان في أواسا وعما كان في السويد، وإما أن تقبل التحدي وتستطيع نقل المجلس وإعادته إلى أواسا وأفضل مما كان في أواسا. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.